عندي سؤال. لو طالب جاي دراسة ومش معاه تكاليف الجامعة، هو مجرد معاه تكاليف السكن والمعيشة، بعد الشهور لحد ما يشتغل هيتصرف ازاي وهيدفع فلوس القسط بتاعة الجامعة ازاي؟ هو لسه مش معاه المبلغ ده كله. أتمنى أجاوب على السؤال ده، وهل ممكن؟ بص، بالنسبة لتجربتي في الواقع هو ده ينفع. هفهمك كده بس جزء بسيط عن، هو سؤال حلو جدا يعني. هفهمك جزء بسيط عن الحياة أو الواقع اللي احنا بنعيشه في العموم، مش فرد شرط في أمريكا أو شرط في أي حتة في العالم. انت لو انت بتسعى على حاجة والحاجة دي فعلا انت عايزها، وانت بتعمل مجهودك واقصى ما عندك علشان توصل للحاجة دي، صدقني والله ربنا مش هيسيبك. ربنا يعني هتلاقي كل حاجة بتتفتح، بس اسعى انت ودور واشتغل على الحاجة دي، والله ربنا هيسعى معاك. وهي عن تجربة شخصية وعن تجربة ناس كتير أنا أعرفها، جت هنا واشتغلت وعملت وسوت وتعبت لحد ما وصلت، والحمد لله الدنيا بتمشي. أنا في واحد بالظبط بالظبط نفس مشكلتك دي بالظبط، والله في أول سمستر سبحان الله ربنا كرمه، يعني ما أنت متخيلش إزاي. والموضوع اتحل. الموضوع اتحل والمصاريف اتدفعت وكل الكلام ده خلص وكده. بس ان انت تسعى وتعمل اللي عليك، وصدقني الموضوع هيجي.